منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. حاجي بابا عمي وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف. عائشة تقابو وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية. من جهة أخرى وطبقا للمادة 78 من الدستور عين رئيس الجمهورية أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة. التشكيلة الوزارية الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تتضمن 12 وزيرا جديدا ووزيرين منتدبين. عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم من مواليد 3 جوان 52 بأم البواقي، حاصل على عدة شهادات في العلوم الطبية والإنسانية. شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عام 1994، كما شغل منصب وزير للصناعة وهو عضو دائم في لجنة الاتحاد البرلماني الدولي الخاصة بشؤون الأمم المتحدة. الطيب زيتوني وزير المجاهدين ابن شهيد من مواليد 56 900 وألف بوهران، حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق، عضو مؤسس للمنظمة الوطنية للشهداء، وتقلد منصب مدير المجاهدين بكل من ولايات وهران مستغانم وتلمسان، كما تقلد عدة مناصب بالمجالس المنتخبة. محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، متحصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، أستاذ في كلية الشريعة بالخروبة، تقلد العديد من المناصب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على غرار مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني ومفتش مركزي بالوزارة. عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الوالي الحالي لولاية غليزان ابن مجاهد، خريج هندسة معمارية، تقلد منصب والي منتدب سابق لباب الواد بالجزائر العاصمة، كما كان واليا بولاية عين الدفلة، مدير عام للمعدات والمنشآت القاعدية، ومدير عام للوكالة الوطنية للمطارات. نورية بن غبريط أرمعون وزيرة التربية الوطنية، حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة باريس، شغلت عدة مناصب أهمها مديرة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، أستاذة باحثة في سوسيولوجيا التربية والتنمية والطفولة، عضو المجلس العالي للتربية وعضو اللجنة الوطنية للبرامج التربوية، رئيسة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لترقية نتائج الأبحاث والتنمية التكنولوجية، نائب رئيس المجلس الإداري للمعهد الإفريقي للحوكمة بدكار. نادية العبيدي شيرابي وزيرة الثقافة من مواليد جويليا 54 بالعاصمة، متحصلة على دكتوراه دولة في الدراسات السينماتوغرافية من جامعة باريس، متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية، وهي أول امرأة تخرج فيلما روائيا طويلا بالجزائر وهو فيلم وراء المرآة، عضو هام في مجلس المنتجين الأحرار المتوسطي ببرشلونة، وهي أستاذة محاضرة ومؤطرة بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر. منيا سعامر مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، محامية لدى المحكمة العليا وناشطة حقوقية، عضو بالمجلس الوطني للأسرة والمرأة، أستاذة ومحاضرة بجامعة الحقوق بالجزائر، عضو الاتحاد العام للنساء الجزائريات وأمينة عامة لجمعية راسبة، وعرفت بدفاعها عن قضايا المرأة. خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، متحصل على شهادة ليسانس في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية من جامعة وهران، دبلوم في الموارد البشرية، نائب سابق بالبرلمان 2007، رئيس للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وإطار سامي سابق بوزارة المالية. عبد القادر خمري وزير الشباب، وزير سابق للشباب والرياضة، سفير سابق للجزائر لدى بولونيا، مدير عام سابق لوكالة النشر والإشهار. حميد جرين وزير الاتصال، صحفي وكاتب روائي من مواليد جوان 1954 ببسكرة، عرف بالكتابة في الصحافة الرياضية، وله عدة أعمال في مجال السياسة والمقال الفلسفي، من أهم أعماله حياة على رؤوس الأصابع، الصلاة الأخيرة، ومجموعة قصصية قصيرة. متحصل على الريشة الذهبية للصحافة الرياضية وجائزة المكتبات الجزائرية، كما شغل منصب مستشار إعلامي بمؤسسة اقتصادية خاصة لعدة سنوات.
يمينة نورية زرهوني وزيرة السياحة والصناعة التقليدية هي أول امرأة تتقلد منصب والي بالبلاد العام 1999 لولاية تيبازا مستغانم وعين تيموشنت، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة عام 79. شغلت عدة مناصب إدارية. حاجي بابا عمي كاتب الدولة مكلف بالميزانية والاستشراف من مواليد غرداية إطار بوزارة المالية، تقلد عدة مناصب آخرها بالبنك الإفريقي للتنمية بتونس منذ جويلية 2013، وشغل منصب مدير عام للخزينة العمومية منذ عام 2005. مهندس اقتصادي خريج المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وخبير مالي، شغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة بنك الجزائر وعضو مجلس النقد والقرض، رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي بزيورخ السويسرية، رئيس لجنة مراقبة التأمينات وعضو مجلس إدارة مؤسسة سوناتراك، وكذا عضو مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية. عائشة تقابو وزيرة منتدبة للصناعات التقليدية، أصغر وزيرة في الحكومة، من مواليد تامنراست سبتمبر 1981، متحصلة على شهادة ليسانس في الترجمة من جامعة الجزائر ودبلوم في الدراسات العليا المتخصصة في العلوم السياسية والعلاقات العامة. شغلت منصب مكلفة بالدراسات في مديرية الإنتاج في مؤسسة سوناتراك. التشكيلة الجديدة لحكومة الوزير الأول عبد الملك سلال تضمنت كفاءات وطنية بوجوه تتبوأ مناصب وزارية لأول مرة، معيارها التشبيب والكفاءة والحضور النسوي المتميز. سكينة محمود عليان استقرأت التشكيلة الجديدة وعدت هذه الورقة. تغيير عميق مس التركيبة الوزارية الجديدة ب12 وزيرا جديدا ووزيرين منتدبين، أي أن التغيير مس أكثر من 40% من طاقم الحكومة. حكومة اعتمد فيها رئيس الجمهورية على اختيار فئة الشباب والنساء بارتفاع تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية إلى 7 نساء، وهو رقم يعتبر قياسيا إذا ما قورن بتواجدهن في الحكومات المتعاقبة في تاريخ الجزائر المستقلة. رئيس الجمهورية وفي إطار التغيير المدروس أبقى على بعض الوزراء في الحقائب الوزارية السيادية كالداخلية، الخارجية والعدل، الطاقة والدفاع، وبالمقابل جاء التغيير على أسماء عمرت طويلا وهي تحتفظ بحقائبها الوزارية، حيث استبدلت بأسماء تبين السيرة الذاتية لكل واحد منهم، الاختصاص، الكفاءة والتمرس الميداني، كل في اختصاصه. فوزيرة التربية مثلا تعد من الباحثين والمؤسسين لفلسفة التربية والتكوين في الجزائر، حيث ألفت في الموضوع ودرست وعملت في بعض المنظمات ذات البعد الوطني والإقليمي. بينما وزير المالية فهو من الأسماء التي تدرجت في المسؤولية داخل دهاليز قطاع المالية والبنوك. أما وزير الشؤون الدينية فهو الابن البار للقطاع والشاب الذي ترعرع في أروقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وزيرة الثقافة اسم يعرفه العام والخاص في عالم السينما والإخراج، فمن مدرجات الجامعة إلى قاعات عرض السينما، نادية العبيد الشرابي صنعت مشوارا جعلها مرأة للثقافة بامتياز. وزير الاتصال حميد جرين الروائي والقاص دعب قطاع الإعلام بكتابته وباحتكاكه الكبير بأهل المهنة، مما يؤهله اليوم لأن يكون من أعرف الناس بهذا القطاع الحساس. ولإعطاء مزيد من الاهتمام لفئة الشباب وقطاع الرياضة، تم فصل وزارة الشباب والرياضة إلى دائرتين وزاريتين مستقلتين، كما تم فصل قطاع المناجم عن قطاع الطاقة وإدراجه مع قطاع الصناعة للارتباط الموجود بين القطاعين. وبهدف التخطيط المستقبلي أدرج الإشراف في الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وبالموازاة تم استحداث منصب وزير منتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، أسند لوزيرة شابة لا يتجاوز عمرها 35 سنة. التركيبة الوزارية التي شهدت ترقية واليين 2 إلى منصب وزيرين خصت أيضا ببعض التحويلات. حقائب وزارية تحمل أسماء لها من الزاد ما يؤهلها أن تكون قريبة من المواطن.